خد الشارج ما رجعت لكم بحلقه جديده من برنامج الكوره مع تتشاوي. وقبل ما نبدا بقى ما تنسانيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب تحت اللي وصلنا لنا مش تحدد عن الكتابه من السنه وصل فيديو كامل اكبر عدد من اللايكات. ويلا نبدا الفيديو بتاعنا. هنتكلم النهارده على ايه؟ هنتكلم على صفقات النادي الاهلي والراحلين عن النادي الاهلي اللي تم تحديدهم لغايه دلوقتي. طب مين الراحلين عن النادي الاهلي؟ اول واحد مروان عثمان. مروان عثمان وكمويش الاثنين المهاجمين اللي جم في يعني 6 شهور ما اقنعوناش نهائيا. طب هل الاهلي هيفضل فاضي في الحته بتاعه راس الحربه اللي احنا بنعاني منها بقالنا مده طويله؟ لا، في اسماء دوليه بس لسه ما اعلنوش عليهم لان هم يعني ماسكين السي في ده يعني ذبح. هم عايزين يجيبوا مهاجم دولي عالمي، مفيش هزار في الكلام دوت. طب هل في لعيبه محليين؟ اه طبعا، لان احنا اما نيجي نجيب مهاجمين هنجيب واحد محلي مع واحد اوروبي او واحد مثلا دولي، اللي هو يبقى مهاجم قوي معاه مهاجم محلي يسنده شويه. طب مين اللعيبه المحليين اللي النادي الاهلي رسى عليهم في الفتره الاخيره؟ اول واحد هو بدر موسى الفلسطيني، مهاجم نادي بتروجيت، المهاجم الكويس جدا ومهاجم الفتره الاخيره مقدم اداءات كويسه جدا مع نادي بتروجيت. وحلو في ايه بقى؟ حلو اللي هو لاعب محترف، وما يجي يتأيد عندك هيتأيد كلاعب مصري فلسطيني، يعني مش هياخد مجال اجنبي، ودي حاجه كويسه جدا. طب اللاعب اللي بعده اقطاي عبد الله. اقطاي عبد الله اللاعب الواعد جدا مع صفوف نادي انبي، لاعب كويس جدا ومقدم اداءات الفتره الاخيره كويسه جدا. ده الخيار الثاني للنادي الاهلي. طب الخيار الثالث مين؟ محمد شيكا. محمد شيكا لاعب كهرباء اسماعيليه، لاعب في الفتره الاخيره برضو مقدم اداءات كويسه جدا. ما انا بقول لك النادي الاهلي ماسك الملف ده او المكان ده وبيختار له اختيارات لا هتيجي تفرق مع النادي الاهلي بقى، لان احنا الفتره اللي فاتت دي كلها كانوا بيجيبوا ناس ما ينفعش للنادي الاهلي. فدي الثلاث اسماء المحليين اللي لغايه دلوقتي مطروحين على طاوله النادي الاهلي. طب هل في اسماء دوليه يعني احنا عرفناهم؟ لا، لغايه دلوقتي لا. لغايه دلوقتي النادي الاهلي مكتم على الدوليين وما قالش ولا واحد منهم. بس انا بقول لك النادي الاهلي بيفرز كويس جدا عشان هيجيب مهاجم من الاخر. وفي مهاجم كمان النادي الاهلي كان على عتاب او على مقربه من التعاقد معاه، وهو فيستون مايلي. فيستون مايلي مهاجم نادي بيراميدز. انا احب اقول لك ان الاهلي داخل في كذا صفقه للعيبه نادي بيراميدز، وده اول صفقه فيهم. بس فيستون مايلي اول حاجه طالب راتب كبير، دي اول حاجه. تاني حاجه هو نزول مستواه الواضح جدا مع نادي بيراميدز الفتره الاخيره. واللاعب مش صغير، لاعب 32 سنه ودخل 33 سنه، فلاعب مش صغير. فانا ما غمرش واديله الرقم اللي هو طالبه ده، وطالب رقم كبير جدا، وما غمرش واديهوله هو اصلا مستواه في النازل وسنه كبير. يعني مهما كان هيديني سنه لحد اقصى. فحرام اللي انا جاسف مع مهاجم زي ده. حلو الكلام، حلو الكلام. طب تعالوا بقى للصفقات التانية. صفقه ديانج. ديانج كده كده ماشي، فالان النادي الاهلي بيعوضه بمين؟ كان عايز يعوضه بمهند لاشين. مهند لاشين انا شايف الفتره الاخيره حتى مع منتخب مصر هو مقدم اداءات كويسه. يعني هو مش هيبقى افضل خيار، بس بالنسبه لي هو مش خيار سيء. يعني بالنسبه لي هو مش خيار سيء. بس هل النادي الاهلي هيعرف يجيبه من بيراميدز؟ دي النقطه. فبالنسبه لي هو لسه قدامه شويه على ما العقد بتاعه يخلص. يعني انا مش فاكر هو العقد بتاعه هيخلص اخر السنه ديت ولا لسه قدامه سنه كمان في عقده، فعشان تجيبه برده مش هيبقى صغير. قبل ما اخش على اللاعب اللي بعده عايز اقول الف سلامه لاصابه بالعمري. اصابه بالعمري اللي هتغيب من شهر لشهرين لان اصابه قويه جدا. دي بقى اللي هتخلينا نخش في اللاعب اللي بعده. بس قبل ما اخش في اللاعب اللي بعده عايز اقول نقطه. هل اللي هيلعب مكان بالعمري هو كوكا ولا شكري؟ كده كده بنسبه كبيره شكري هيمشي اخر الموسم، لان انا مش مقتنع بيه كباك شمال في النادي الاهلي. انت فاهمني ازاي؟ فانا بالنسبه لي شكري هياخد مروان عثمان وانجاجيه كده ويرجعوا سيراميكا تاني. فهل هو اللي هيحل محل بالعمري ولا كوكا؟ انا بالنسبه لي هقول كوكا. كوكا دفاعيا مش اقوى حاجه، بس احنا نفتكر ماتش الزمالك اللي فات كان حاطط خوان بزيرة في جيبه. فانا بالنسبه لي او بالنسبه للمدرب كمان هيختار كوكا 100%. وكده كده محمد شكري هيمشي اخر الموسم. طب مين بقى اللي هيعوض شكري؟ ما دي بقى النقطه اللي انا سايبها، قلت لكم هتدخلنا على اللاعب اللي بعده. النادي الاهلي داخل في مفاوضات او مش في مفاوضات،
هو بيعمل يعني لسه رتوش بسيطه جدا، وبعد كده هيخش في المفاوضات الحقيقيه. طب مين اللاعب اللي هيخش معاه؟ وهو الشيبي لاعب نادي بيراميدز، باك شمال ما يختلفش عليه اتنين، باك شمال عرضياته قاتله. ما انا بقول لك الاهلي ناوي يفضي بيراميدز ان شاء الله يعني. فالشيبي يا جدعان باك شمال كويس جدا، باك شمال زي ما قال الكتاب، باك شمال مدافع كويس جدا، باك شمال عصري بيطلع يعمل اوفرات، بيزيد في المناطق الهجوميه بالشوطات، التسديدات بتاعته خارقه، بيعرف ينضم للعمق وبيسدد تسديدات اهداف مش طبيعيه. فبالنسبه لي الشيبي يعني خيار قوي جدا 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 في الجبهه ديت. هيجي هو هيقفل لك الجبهه ديت حرفيا، انت مش هتبقى محتاج حد من بعده. فدي ثالث صفقه الاهلي داخل فيها من نادي بيراميدز. تعال بقى نخش على اللاعب اللي بعده قبل ما اقول لك المفاجاه اللي انا هفكرها لك في اخر الفيديو. اللاعب ابراهيم عادل. ابراهيم عادل بقى اقرب كتير جدا من اي وقت مضى في الامضاء داخل النادي الاهلي او وجوده داخل النادي الاهلي. ابراهيم عادل انا بقول لك بنسبه تتخطى ال 85 و 90% كمان هو داخل النادي الاهلي الموسم اللي جاي. هتقول لي ازاي؟ هقول لك هي خلاص ابراهيم عادل اهلاوي. ابراهيم عادل كابتن ياسين منصور كلمه، وكابتن زياد عبد الحفيظ كلمه، وهو اللاعب تحس اللي هو خلاص انا عايز اروح النادي الاهلي. اما بيقول لك انا بشوفها كابتن ابو تريكه وعايز اعمل تاريخ زي ما هو عمل، التصريحات بتاعته تخليك تعرف ان خلاص هو تحس ان هو مضى، بس ايه مدارين لغايه ما يعلنوا الصفقه. طب تعالى اقول لك ان الصفقه الاقوى هذا الموسم واللي النادي الاهلي داخل فيها بقوه كبيره جدا وهو محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم النادي الاهلي داخل في الصفقه دي بدماغه، عايز الصفقه دي تخلص باي شكل من الاشكال. هي مش هتبقى صفقه بيع نهائي، هو هتبقى اعاره موسم واحد. طب الاعاره دي هتتم بنسبه كام؟ هتتم بنسبه 85% لغايه دلوقتي، لان النادي الاهلي بيعمل محاولات يعني مستميته عشان يجيب الاعاره محمد عبد المنعم سنه، لان هو شايف وكلنا شايفين ان دفاع النادي الاهلي في وجود محمد عبد المنعم يختلف كتير جدا عن دفاع الاهلي في عدم وجود عبد المنعم. احنا دلوقتي بقينا بنلعب بدفاع يعني اجرك الله. فبالنسبه لي هي من اقوى الصفقات اللي جات للنادي، لو جات للنادي الاهلي هو محمد عبد المنعم، هيبقى صفقه قويه جدا، هيبقى قفلت خط الدفاع انت مش عايز حد تاني. يعني ممكن محمد عبد المنعم يلعب في الدفاع لوحده مش محتاج حد جنبه. فدي صفقه قويه جدا النادي الاهلي داخل فيها، وان شاء الله تكمل بالاعاره الموسم عشان بجد الموسم ده هيفرق معانا جدا. بقول لكم يا جدعان بعد الصفقات اللي النادي الاهلي بيحاول يتممها دي، انا بقول لك النادي الاهلي ناوي على الذبح الموسم اللي جاي، هياخد كل البطولات بالشكل اللي انا شايفه ده. طب تعالى بقى نتكلم على كلام شوبير. كلام شوبير اللي انا مش فاهمه لغايه دلوقتي، يعني ايه كابتن ياسين منصور راح قعد في اسبانيا وراح لفالفيردي وقال له انا عايزك تيجي النادي الاهلي، وبعد كده راح المانيا عشان يكلم هاري كين عشان يجي النادي الاهلي؟ انتوا بتتكلموا بجد؟ طب هل انتم مصدقين الكلام دوت؟ يعني النادي الاهلي مين اللي يخش في فالفيردي ويخش في هاري كين؟ انتوا عارفين يا جدعان الناس دي بتقبض كام؟ انتوا عارفين الناس دي بتتقاضى كام كل شهر؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ يعني طب انا عايز اعرف مين اللي صدق الكلام ده، اللي صدق الكلام ده يجي لي في الكومنتات. ازاي يعني ازاي صدقت كلام زي ده؟ النادي الاهلي اللي كان بيفاصل في مليون دولار ونص مليون دولار الموسم اللي فات هيخش يدفع للعيبه دي ملايين الدولارات. انتوا بتتكلموا ازاي يا جدعان؟ اعلوا الكلام قبل، يعني انتوا سامعين كلام اعلوه قبل ما تاخدوه، لان انتوا بتهزروا. انتوا مين فالفيردي وهاري كين؟ انتوا بتتكلم في ايه يا عم جوبير انت؟ ودي بقى انتوا رايكم في الكومنتات في الصفقات اللي النادي الاهلي داخل فيها او اللعيبه اللي هترحل من النادي الاهلي. مستني رايكم في الكومنتات والسلام.